بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله فيديو اليوم بقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نعمل طريقة تفصيل موديل قندورة صيفية. الموديل هذا البنات كما قلت لكم اللي حابة تتفصل طريقة الداخل في الخارج باش تجي القندورة تاعها ايفازي تفصل. هنا فقط يعني باش نربحوا الوقت البنات. انا راني نطوي على 4 بهذا الشكل، لكن اللي حبت دير طريقة الداخل في الخارج دير. كما قلت لكم راني عاملة فيديو خاص بطريقة الداخل في الخارج، يعني طريقتين راني شارحتهم في القناة. ترجعوا فقط للفيديوهات السابقة رايحين تلقاوه. أول حاجة راح ندير نصعد الكتفين 19 سنتيمتر، ننزل مسافة حردة الإبط، قادرة تكون 20، قادرة تكون 21، قادرة 22، 23، كل وحدة والقياس نتاعها. رايحين نحدو ربع دوران الصدر أيضا، ننزل من أعلى الصدر إلى منطقة الكتف البنات، يعني ما بين 38 40 41 42 على حسب كل وحدة والقياس اللي عندها. أنا راني ما نحطش القياسات فقط باش ما نغلطش المبتدئات. ثم نجي ننزل بالقندورة تاعي إلى غاية الأسفل بهذا الشكل، ونحدد طبعا الطول الكلي. راح نطلع هنا مسافة ما بين 5 إلى 6 سنتيمتر باش ما تجينيش القندورة مجونحة. نحدد المنتصف ونخرج من الزاوية 3 سنتيمتر ونرسم الحردة الخلفية. الحردة الأمامية دائما ندخلوا من 1 سنتيمتر حتى يعني 1.5 بهذا الشكل، ونعدلوا في الحردة تاعنا باش يعني ما يجيناش الانتفاخ هنا عند الصدر. وعود الرقبة راح نديو 8 سنتيمتر، ننزلوا ب1.5 سنتيمتر ميلان الكتف ونرسمو ميلان الكتف. هنا رسمنا الباترون تاعنا الاساسي، نقصو ونكملو باقي الشرح. راح نقص اولا مكان الرقبة بهذا الشكل، الحردة الخلفية هي الاولى، وثم ننزل بهذا الشكل. طبعا الاماكن هادو البنات حاولوا يعني تقوسوهم، ما ديروهمش يعني حادين، ونقص إلى غاية الطول المرغوب بهذا الشكل. هنا طبعا راح نفصلوا الأمام على الخلف هكذا. الرقبة الخلفية البنية انزلوا فيها نتوما مش حبيتوا، يعني حبيتوها 8 على 8، حبيتوها 10، حبيتوا تنزلوا حتى ل20، لكم الاختيار. هنا يعني قناطر الصيف تقدروا يعني تبدعوا فيهم كما حبيتوا. نجيو هنا نقصوا الرقبة الخلفية، نجيو نحدو لي بانس تاعنا نتاو على الخلف البنات. واش نجي ندير؟ نحدد هنا خط الخصر، ندخل هنا مسافة 13 سنتيمتر. تقدروا تقسموا فقط المكان هذا، لكن هنا تخلي 1 سنتيم تاع الخياطة وتقسموا هذا المكان، تخدموا لابانس تاعكم. تقدروا تخشوا 13 سنتيمتر، 1 سنتيم راح تروح لكم في الخياطة، يعني ترجع لنا 12 سنتيم. راح نطلع هنا ب15 سنتيم وننزل ب15 سنتيم، نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5، ونرسم لابانس تاعي الخلفية بهذا الشكل. المهم البانسة ما توصلوهاش لحردة الإبط هنايا، يعني تنزلوا مسافة. هذا بالنسبة لهذا الخلف. كما قلنا الخلف معليش يعني عمل يسر هكذا، ونجيو نحدو هنا لابيس من الجهة المقابلة بهذه الطريقة. طبعا لابينس تحدوها يعني في الخلف تاع القماش. هذا البنات الخلف، ها تروحوا تخيطوا له تجملوه في المنتصف، تخيطوا لي بانس تاعكم عادي، وتستشفوا الرقبة سواء بالبي سواء بالقماش، لكم الاختيار، هذا يرجع لكم. نروحوا الآن للأمام، هو اللي راه عليه العمل. واش نجيو نديرو؟ نقصوا الباترون تاعنا بهذا الشكل. هنا عدلنا في الحردة، عفوا نعدلو في الحردة الأمامية. واش نجي ندير البنات؟ هنا عندي الرقبة قلنا دخلنا ب8 سنتيمتر، عود الرقبة حنزل 18 سنتيمتر ونرسم الرقبة تاعي في، يعني دائرية على شكل في، ونقص. هذا بالنسبة للرقبة الأمامية. اللي حبت يعني الجهة الرقبة تاعها توسع فيها أكثر تقدر توسع فيها، واللي حبتها يعني شوية مستورة ندير 17 سنتيمتر. نجي هنا نحدد 6 سنتيمتر ونتمشى بها هذه 6 سنتيمتر إلى غاية الجهة المغلقة، ونقص بهذا الشكل. القطعة هذه ما نرميوهاش، حنا رانا نحيناها من القماش،
جينا نحدد لي بانس تاعي، راح ندخل 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر البنات دائما نقول لكم راهي ماهيش ثابته. هنا منطقه الحلمه، ها يعني تقيسوا ما بين الحلمتين تقسيم 2. الناتج هذاك هو اللي نحطوه هنا، يعني تقيسوا من الحلمه للحلمه في الجهه الاخرى، والناتج هذاك هو اللي نحطوه هنا، نقسموه على 2 نحطوه هنا. هنا ننزلوا مسافه 2 سنتيمتر ونحدوا المحور تاع البانسه تاعنا. نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم لابانس نتاعي بهذا الشكل هكذا. يعني نطلعوا مسافه ما بين 10 الى 12 سنتيمتر، وهنا ننزلوا مسافة من 10 إلى 12 سنتيمتر ونرسموا لابانس تاعنا. طبعا البانسة كي تبغيو يعني المبتدئات ارسموها بالطباشير، اطويو القماش تاعكم بهذا الشكل، يعني في الخلف تاع القماش وتخبطوا هكذا فقط، راح تخرج لكم في الجهة المقابلة. هذا بالنسبة يعني للمبتدئات، يعني باش يعني تسهل عليهم رسم البانسة. هذا قلنا لابانس تاعنا. نجيو هنا لهذه القطعه البنات اللي نحيناها، هذه كانت نحيناها في القماش، نروحو نحطوها على الورق ونزيدو هنا 1 سنتيم. يعني كي تحطوها على الورق ارسموا نفس الرقبه، لكن هنا نزيدو على الاقل 1 سنتيم باش من بعد كي تخيطوا ما ينقص لكمش. ونجي نخدم البي تاعي بعد ما تنقلوها على الورق. اخدموا البي تاعكم، ابداوه من هنا من المنتصف وتمشيو على الشكل هكذا شبيكه بهذه الطريقه. يعني تخدموا البي تاعكم وتقصوا كل مره، تقصوا تخيطوا وتقصوا حتى تكملوا بهذا الشكل. يعني المهم نتوما ابداو هنا من المنتصف، ما تبداوش على الجوانب وهنا تجيكم، ابداو من المنتصف هكذا. بعد ما تكملوا البي البنات نجيبوا قطعة قماش، يعني من نفس القماش اللي درناه نعملوه كالبي هنايا، خيطوه من الخلف ونقلبوه ونطويوه ونديروه على شكل بي. كيفاش راح نخيطوا هذا الكول هذا؟ نجيو من هنا البنات نحطوا المنتصف مع المنتصف ونخيطوا بهذا الشكل حتى نكملوا لهنا. نزيدوا نفس الشيء من هنا، نبداو من المنتصف ونخيطوا حتى نكملوا هنايا، يرجع لنا بهذا الشكل. نعاودو عليه فقط الخياطه من الاعلى، يعني كي تكملوا تخيطوا عاودوا الخياطه هنايا. بالنسبه للاكمام، الاكمام البنات لكم الاختيار واش حبيتو ديروهم، حبيتهم اكمام كوربي، حبيتهم اكمام كروازي، لكم الاختيار. راح ندي هنا 20 سنتيمتر وهنا يعني ما بين 16 الى 18 سنتيمتر ونقص. هنا اذا حبيتهم يعني اكمام كوربي عاديين هكذا. هنا دينا الطول 20 سنتيمتر باش نعملو الديبلي في الاعلى هكذا. طبعا هنا تروحوا تخيطوا لهم البي البنات هكذا، خيطوا البي هنايا. ونجيو هنا كنخيطهم عند الاكتاف فقط، نعملو هكذا باش يجيونا اكمام كوربي. اما اذا حبيتم اكمام كروازي نعملو كمين فوق بعض فقط هكذا، ونروحو طبعا نعملو ديبلي، راح يعطينا ثاني نتيجه مليحه. طبعا وهنا تروحوا تعملو ديبلي بهذا الشكل. هذا اللي حبت يعني كما قلت لكم الاكمام لكم الاختيار في واش حبيتوا ديروا الاكمام نتاوعكم. هذا هو الموديل تاع اليوم البنات، ان شاء الله نكون افدتكم به. نقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.